مساء الخير عليكم أو صباح الخير عليكم على حسب التوقيت والمكان اللي بتشوفوا منه الفيديو. أهلا بكم معايا وحلقة جديدة من حلقاتنا على قناة سوبر مروة وزهرة. بحبكم في الله حبايب زهرة، صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حطوا لنا لايك للفيديو يا جماعة، فيديوهات الخير دي حطوا لايك عشان تاخدوا ثواب معانا. الناس اللي مش بتساعد معانا ممكن تساعد بلايك أو بتعليق أو باشتراك أو بمشاركة على الفيس أو على الجروبات، بإن احنا قناة بنعمل فيديوهات للخير وبنعمل خير مع الأيتام ومع الغلابة. النهارده عندنا عزومة حلوة قوي من أهل السعودية لأهل اسكندرية. معايا بقى البانيه بتاع كوكي، ومعايا شعرية، ومعايا رز جميل. بصوا هوريكم الحباية بتاعت الرز عاملة ازاي. حباية بلدي جميلة سليمة وما فيهاش أي كسر ولا فيها أي حصوة وحشة قوي. الكيلو ده يا جماعة سايب، الكيلو ب21 جنيه، مش مغلف، سايب على فكرة. طيب ومعايا طبعا ازاز زيت بقى عشان هنقلي كتير وهنعمل رز، هنقلي البانيه. ومعايا كمان لوبيا ام عين سودا، اللوبيا البلدي ام عين سودا اللي هي مش فاصوليا، هي لوبيا. تمام. ومعايا كميه من الطماطم عملتها غسلتها ونضفتها، وكمان عملتها صلصه عشان استخدمها فريش كده للاكل بتاعي النهارده. بحبكم في الله، يلا حط لنا لايك كده. وشكرا للحاج محمد الغامدي صاحب وجبات الخير النهارده. بشكرك حاج محمد الغامدي ابن السعوديه، الراجل المحترم من اهل الكرم. عايزه اقول لكم ان الحاج محمد الغامدي، الناس اللي لسه بتتابعنا جديد، من الناس اللي معانا بقالها سنة ما شاء الله بتساعد معانا في عمل الخير وفي أطباق الخير. بشكرك جدا حاج محمد الغامدي الذي لا يكل ولا يمل بجد من عمل الخير. جعل الله يعني جميعا في ميزان حسناتك، اللهم امين يا رب العالمين. رغم ارتفاع الأسعار، ورغم يعني كل واحد عنده مشغوليات وعنده حوارات في حياته، ومع ذلك في ناس مستمرية في عمل الخير، بتدور على الغلابة كده وبتحاول ان هي تعمل لآخرتها. لان طبعا كل اللي في الدنيا فاني، يعني هي دي الحصالة الحقيقية، هي حصالة الخير لوجه الله تعالى، هي دي اللي بتدوم معانا لنهاية العمر. بظبط مطبخي بقى، وزي ما قلت لكم انا فيديوهات الخير الاول كنت بعملها يا دوبك يعني بركز على الوصفة. حاليا بقيت بحب ان انا اعمل لكم الروتين بتاع وجبات الخير، تشوفوني بقى طول النهار ببقى عاملة ازاي، بعاني من ايه. يعني عايزة اقول لكم ان هو بيبقى يوم طويل عريض. طيب خليني اقول لكم بالمناسبة كده ان الفيديو مقسوم على جزئين. النهاردة هتشوفوا معايا التجهيزات كلها، وهتشوفوا كمان معايا يعني شكل الحاجة لما خرجت، ولكن التعبئة والتغليف والتوزيع هيكون في جزء تاني بكرة. لان طبعا الفيديو طويل جدا، بما ان احنا خلاص يعني خلينا وجبات الخير تدخل في روتين، وان انتوا تشوفوا اليوم كامل على بعضه وانا واقفه في المطبخ وبطبخ وبغسل وبعمل كل حاجه في وسطها الروتين ده. فبالتالي طبعا الفيديو طويل جدا، مش هتعرفوا تستمتعوا بيه عدد الوقت بتاعه، فقسمته على جزئين. هنا بقى كنت بفضي الحوض بتاعي طبعا زي ما قلت لكم عشان نقدر نخرج وجبات مظبوطه او عزومه مظبوطه بكميات كبيره، في مقاديرها مظبوطه، في مواعيدها، في كل حاجه لازم يكون كل حاجه منظمه ومرتبه حوالينا، والحاجة اللي نستخدمها نرجعها مكانها. انا هنا كان عندي شوية اطباق ومعالق في الحوض بتوع الفطار. طبعا ده كان يوم الجمعة، وجمعة مباركة على الجميع. بقى الفيديو متصور يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، كنت شغالة في المطبخ وطبعا فطرنا، فكنت بدخل حاجات الفطار في الغسالة عشان أبدأ إن أنا أتعامل بقى مع الوجبات بتاعة الغلابة النهاردة. ربنا يا رب يتقبلها منك أستاذ محمد الغامدي يا رب، ويجعلها في ميزان حسناتك، اللهم آمين. وكل حبايبي اللي بيشاركوا معانا في عمل الخير، عايزة أقول لكم إن أنا مبسوطة جدا. يعني النهاردة هو وأنا بسجل الفويس بتاع ال الفيديو دوت، يعني اللهم لك الحمد يا ربي، جالي خلاص يعني بنسبة كام، بنسبة 90% من اللبس اللي محتاجينه لدار الأيتام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا إن شاء الله بإذن الله. هانت وننفذ الفكرة بتاعة الفانلات الداخلية لدار الأيتام، وكمان اللي هي اللبس الداخلي البوكسر والبانتي للولاد من سن سنة لسن 13 سنة. والحمد لله على كده، دي كانت يعني حملة من ضمن الحملات اللي عملناها لدار الأيتام وللغلابة. طبعا عملنا قبل كده لدار الأيتام شنط المدرسة، وعملنا كمان ترنجات أو دفايات أو بيجامات من أسبوعين 3 تقريبا عشان الشتاء. وادي الحملة التالتة اللي تخص دار الأيتام، وهي حملة ملابس داخلية للأطفال. كل طفل بنجيب له 2 فالنة
بنتي أو بوكسر على حسب ولد أو بنت يعني، تمام. فطبعًا الحمد لله اللهم لك الحمد ناس كتير حابة إن هي تطبطب على اليتيم، ربنا يا رب يطبطب على قلوبكم زي ما بتطبطبوا على الغلبان. عايزة أقول لكم إن أنا باروح دار الأيتام باشوف يعني عايزة أقول لكم باشوف العذاب والله، بس يعني باقول يا رب أكيد في ميزان حسناتي يعني إن أنا أتعذب على الأطفال اللي باشوفهم هناك، يعني قد إيه هم طيبين وحلوين وهاديين ومُعافين يا جماعة، يعني مش مثلًا يعني مش عندهم مرض معين، ولكن نصيبهم في الدنيا كده، يعني أطفال قد إيه مكسورة وشّها رغم إن هي عايزة أقول لكم يعني المعاملة في الدار كويسة، يعني مكان 4 حيطان بيهتموا بنضافتهم، بيهتموا بأكلهم. أظن أحسن من الشارع، ولكن الأطفال باين على وشها الكسرة، في حاجة غريبة في وشهم، تحس إن هم حاسين إن هم من غير أهل، من غير نسب، من غير عيلة، من غير بابا وماما، أكيد مأثرة في نفسيتهم، تحس إن هم حزانة، حزانة من جوه، يعني في حاجة مكسورة في قلبهم. ربنا يا رب يعوضهم خير. أظن إن الأطفال الأيتام دولت مهما يكبروا ويتجوزوا ويخلفوا أكيد إن شاء الله داخلين الجنة، أكيد ربنا هيكون يعني هيميزهم عن الأطفال اللي اتربوا في حضن بابا وماما وشافوا الدلع وشافوا الحنية وعاشوا في وسط عيلة وفي وسط أهل وعندهم ورث وعندهم. أكيد الأطفال الأيتام دولت اللي هم مجهول النسب اللي احنا بنروح لهم في الدار، أكيد 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 يا رب الجنة إن شاء الله، الجنة ونعيمها بإذن الله، يعني دخول الجنة بدون حساب إن شاء الله، سواء كانوا صغيرين كده أو سواء كبروا واتجوزوا وعاشوا حياتهم ولكن فضلوا عندهم حاجة ناقصاهم وهي العيلة والنسب وبابا وماما. ربنا يا رب ما يكتب على حد ولا عيال ولا على عيالكم ولا عيالنا اللي هم فيه. وشكرا ان كل حد طبطب عليهم وساعد معانا ان احنا نجيب لهم حاجة بسيطة حتى لو كانت يعني تي شيرت ولا فانلة ولا لبس داخلي عشان التدفئة، لان احنا طبعا زي ما قلت لكم اسكندرية الدنيا ساقعة عندنا جدا. طيب عايزة أقول لكم إن إحنا بقى بسبب إن إحنا اهتمينا الفترة اللي فاتت في دار الأيتام طبعًا قصّرنا شوية مع الغلابة اللي أنا باعمل لهم وجبات النهارده، عشان كده أنا حسيت إن يعني حبيت إن أنا أعوّضهم، فقُلت أعمل لهم كده قطعة بانيه مع رز بشعرية، باورّيكم اللوبيا بقى بعد ما سلقتها أهي باغسلها، طبعًا بانزّل بقى المَيّة اللي اتسلقت فيها واشطفها شطفة كويسة عشان أبدأ إن أنا أطبخها. طيب باقول لكم بقى الغلابة كنا مقصّرين معاهم الأيام اللي فاتت، بس كان غصبٍ عننا عشان اهتمينا بإن إحنا نشوف إيه اللي ناقص في دار الأيتام ونعمله، لإن طبعًا اليتيم ده ما لوش حد خالص، يعني ما لوش غير ربنا، تمام. فطبعًا قُلنا بقى نعوّضهم، فعملنا النهارده وجبة الرز بشعرية، وكمان معاها لوبيا، وكمان حطيت معاها قطعة بانيه، عشان يعني الغلبان برضه يبقى مبسوط. والله باشوف ناس يعني أنا عايزة أقول لكم إن أنا كل مرّة بانزل فيها الشارع اتلسعت، اتلسعت، اتلسعت يا أخوانا، اتلسعت وجِبت من الفريزر كيسة متلجة كده ما أعرفش فيها إيه، المهم إن هي متلجة، وبدأت إن أنا أمسكها بصُبعي كويس جدًا عشان خاطر صُبعي أمتص منه السخونية اللسعة كانت جامدة جدًا وفضلت توجعني أوي، ففضلت ماسكة الكيس المتلج ده لحد ما رُقت شوية. خلّصت أول حلة رز بشعرية ودخلت بقى على التانية أهي باحط زيت بقى عشان أعملها. طيب باقول لكم كل ما بانزل أوزّع وجبات للغلابة في الشارع بافوجئ إن طبعًا مع مرور الوقت يعني أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، مع ارتفاع الأسعار باحس إن في ناس جديدة نزلت الشارع، غلابة جداد ظهروا، وناس شكلها أول مرّة تنزل الشارع، يعني بنات وستات ويعني مش عارفة أوصف لكم إزاي اللي أنا باشوفه، ولكن والله العظيم بيقطّعوا قلبي. يعني من ضمن الوجبات اللي أنا وزّعتها النهارده دي كانت وجبات يعني نازلة رايحة لناس وفوجئت إن في واحدة قاعدة ببنتها ومعاها بنت أو ابن تاني في البيت، المهم يعني إن هي قاعدة طالبة مساعدة، أي مساعدة، فشكلها يعني بنت ناس والله، مش شكلها يعني واحدة متسولة ولا حاجة، وأول مرة أشوفها طبعًا في منطقتي، ف فواضح إن ظروف خلّت الناس تنزل، الظروف بتاعة الجوع أو الأسعار اللي إحنا بقينا فيها، خلّت ناس مش لاقية حاجة غير الشارع. طبعًا أنا لمّا أعطيتها وجبات فرحت جدًا، عايزة أقول لكم إن هي كانت ناقص تشيلني من على الأرض. يعني واضح إن سبب قعدتها دي مش إن هي تجمع مال، هي عايزة تمشّي يومها، عايزة أكل، عايزة تشرب، عايزة تأكّل عيالها. أعتقد إن الوجبات اللي إحنا بقينا بنعملها دي ما عادش يعني يعني بقت غالية، يعني يعني أنا باشوف الأطفال أو الشباب اللي هم سِن 18، 19 وكان في ولدين برضه قابلتهم يعني برضه من ضمن الوجبات دي ماسكين كيس شيبسي وبيدوّروا على عيش، يعني تخيّلوا كيس الشيبسي بالعيش بقى بيوصل ل20 جنيه يا جماعة. بُصّوا البصل عمل فيّا إيه،
والله نار، عايزة أقول لكم اتبهدلت في البصل. يالّا كُلّه بثوابه. المهم يا جماعة، فأنا باقول لكم إن يعني حتى كيس الشيبسي بالعيش عشان يعمل ساندوتش ده بقى لوحده مبلغ، ما بالكم بقى عشان يبدأ إن هو يدخل مطعم ياكل مثلًا شوية رز مع قطعة بانيه مع شوية طبيخ. لأ الموضوع بقى مُكلِّف جدًا، جدًا، بدليل إن في ناس بتزيد وغلابة بيزيدوا في الشارع. الغلبان أنا أعتقد دلوقتي بيدوّر على لقمة العيش، يعني مش فارق معاه أنا لو هادّي له جنيه، 2 جنيه، غيري هيدّي له 3 جنيه. هو عشان يجمع حق الوجبة اللي أنا عاملاها له دي، عايز يقعد له 4، 5 ساعات، ممكن يوم كامل. فبالتالي لمّا بتيجي له الوجبة ليه ولأولاده هو بيفرح، يعني لمّا بياخد باقول لكم بُصّوا وشّي عمل إزاي، لمّا بياخد وجبة ليه ولأولاده لأ هو بيفرح جدًا، يعني يعني بيحس إن هو قعدته جات بفايدة. ربنا يا رب ما يكتب على حد أي عذاب. هنا كنت حمّرت الشعرية ونزلت بقى بالرز تاني، ده كده الحلة رقم 2. طبعًا أنا ما عنديش الحلات الحِلَل الكبيرة اللي هي بتاعة العزايم الكبيرة أوي، يعني اللي هي مثلًا بتاعة المطاعم، لأ أنا طبعًا الحِلَل اللي عندي تنفع عزومة ولكن مش لدرجة إن هم يبقوا 50 شخص مثلًا أو كده. لأ يعني عزومة ممكن أقصى حاجة مثلًا 20 شخص. يعني زي أي بيت يعني، ولكن حِلَل الأفراح بقى أنتم فاهمين، أو حِلَل المطاعم الكبيرة أوي دي، لأ طبعًا مش موجودة وما بتبقاش موجودة عند أي حد في البيت يعني، غير بقى اللي هم الجماعة اللي في الأرياف، بيبقوا جايبينها عشان عندهم بيبقوا عزومات كتير بتبقى للعيلة كلّها. فأنا بقى عشان كده باضطر إن أنا أعمل الرز مثلًا على حلّتين، أعمل مثلًا الطبيخ ممكن أعمله على حلّتين لو هو حاجة يعني بتاخد حجم. لكن طبعًا ما شاء الله اللوبيا عملتها في أكبر حلة عندي كانت كويسة جدًا. باحط بقى اللورة والمَيّة السخنة بتاعتي، وباحط كمان المرقة والحاجات دي كلّها على الرز. طبعًا الشعرية لازم يبقى لونها دهبي حلو كده زي ما وريتها لكم، وتبقى مفلفلة عشان ما تطلعش طرية في وسط الرز، تبقى مفلفلة في وسط الرز. حبيبة بقى كانت رايحة درس برضه زي العادة، بتقول لي: "يا ماما أنتِ بتصوّري؟" قُلت لها: "آه باصوّر." قالت لي: "طب أنا عايزة إزازة مَيّة." قُلت لها: "ادخلي عادي ما فيش مشكلة، سلّمي على الناس كمان، هتسلّم عليكم دلوقتي." طبعًا أنتم ما بتشوفوش حبيبة غير إن يا رايحة درس يا جاية من درس. والله يا جماعة حتى يوم الجمعة أهي بيبقى فيه دروس، يعني ربنا يا رب معاهم ومع كل حد بيمتحن ومع كل أب وأم شايلين مجهود أطفال، ومع كل ست شايلة ولادها لوحدها. الأب رماهم وهي يعني عايشة لهم كده، يعني بابا وماما وكل حاجة. تحية لكل ست من هنا. وانتوا كمان في التعليقات انزلوا قولوا لي رأيكم، ها الستات اللي هي شايلة الأولاد بابا وماما دي بجد مش يستاهلوا يتحطوا على الراس. أنا مش بقول كده عشان نفسي على فكرة والله، أنا بجد باحترم كل ست إن هي بتضحي بنفسها عشان خاطر ولادها. يعني ممكن تكون جوزها توفى بس عايشة لولادها، ممكن تكون مطلقة زي حالاتي بس هي خلاص يعني هي عندها ممكن تدوّر على حقوقها، ولكن هي متنازلة عن حقوقها في سبيل راحة عيالها. فيعني هي بتبقى حاجة يعني بجد حاجة بتبقى تشرّف. بُصّوا هنا كنت بدأت أخلّص بقى يعني شوية بقى من البانيه، حمّرت الشوية دول وبافضّي بقى الباقي أهو من الكيس عشان أحمّرهم هُم كمان. واللوبيا بتاعتي طبعًا صفّيتها وجاهزة أهي، عملت لها الصلصة بتاعتها في البصلة اللي أنا كنت قطّعتها، هانزل بيها بقى دلوقتي وباحمّر بقية البانيه أهو زي ما أنتم شايفين. اليوم كان جميل ولطيف، وعايزة أقول لكم سبحان الله يعني اليوم اللي بيبقى فيه وجبات خير بيبقى يوم سهل وبسيط عليّا، وبيبقى يوم كُلّه بركة والله بجد، حتى لو مش يوم جمعة، هو بيبقى يوم كُلّه بركة. غالبًا ده بيبقى رزق الغلابة اللي أنا رايحة لهم، يعني بيبقى ربنا مسهّل لهم أو مسهّل لي اللي أنا هاعمله لهم عشان أستمر يعني. فدعواتكم لكل حد بيساعد معايا يا جماعة، والله الناس اللي بتساعد دي في ميزان حسناتها. الموضوع كبير مش صغير يا جماعة، والله العظيم زي ما باقول لكم في ناس مش عارفة تجيب كيس الشيبسي تحطه في عيش عشان تاكل، عشان تشبع. فطبعًا الناس اللي بتبعت إن أنا أعمل لها وجبات زي الحاج محمد الغامدي وغيره من فاعلات الخير، اللي بعتوا معايا قبل كده عملنا وجبات خير للغلابة، والله، والله، والله في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله بإذن الله هتؤجروا على هذا الموضوع أجر عظيم إن شاء الله بإذن الله. طبعًا باكمّل بقية التحمير بقى. أنا زي ما قُلت لكم الفيديو بقيته بُكرة، اوعوا ما تتفرّجوش على الجزء بتاع بُكرة، الجزء بتاع اللي هو التغليف والتعبئة وكمان التوزيع هيعجبكم جدًا. طبعًا الفيديو كان طويل جدًا، ما قدرتش إن أنا أكمّل أكتر من كده عشان يبقى ظريف يعني، ولكن ما تنسوش بُكرة الجزء التاني. حطّوا بقى لايك للجزء ده واكتبوا comment حلو، اللي اتفرّج معايا لحد اللحظة دي يقول لي أنا من الأبطال، اللي موجود معايا لحد دلوقتي بطل. اللي بيتفرّج معايا لحد هنا باقول له أنت بطل، سواء ست أو راجل.
فاللي موجود معايا لغاية اللحظة دي ينزل تحت في التعليقات يقول لي أنا من الأبطال. أهم حاجة يكون حط لايك. طيب أنا بقى كده حمّرت الكمية كلّها، نزلت باللوبيا كمان في الصلصة، مش هتاخد سِوَى كتير لإن هي مسلوقة 3/4 سلقة، وخدي بالِك من موضوع سلق اللوبيا ده ما بيبقاش مسلوق كامل عشان لمّا تنزل في الصلصة ما تتهراش، بتسلقيها 3/4 سلقة، وبعد كده بتكمّل الربع التاني مع الصلصة بتاعتها على النار، ومع البهارات وهكذا. يا رب يكون النهارده الفيديو عاجبكم، أنا طبعًا عارفة إن أنتم مستبشرين خير في الجزء التاني، فإن شاء الله ينزل لكم بكرة ويعجبكم، ما تنسوش اللايك والشير يا حبايبي، وربنا يا رب ما يحرمني منكم أبدًا، سلام عليكم.